فيلمنا بيبدأ في واحدة من قرى اليابان مع ولد صغير اسمه اتشيجو، بيكون ماشي مع مامته في يوم ممطر وبيكونوا راجعين للبيت. في الوقت ده بياخدوا بالهم من بنت صغيرة لابسة فستان أبيض واقفة عند بحيرة، فبيجري عليها اتشيجو علشان يعرض عليها إنها تيجي معاهم وإنه يساعدها في المطر. مامته بتفضل تجري وراه وبتطلب منه إنه يرجع، لكن فجأة البنت بتبص عليهم. ساعتها اتشيجو بيغمى عليه وبيقع على الأرض، ولما بيفوق بيتفاجئ إن مامته مصابة بإصابات خطيرة جدا لأنها كانت بتحاول تحميه. بيعرفوا إن اللي شافوها دي كانت روح انتقامية وما كانتش بشر. بتعدي سنين من وقتها وبنروح لقرية اسمها كاراكورا، وبنشوف اتشيجو لما كبر وبقى شاب، وبنعرف ان عنده قدرة انه يشوف الارواح ويتكلم معاها. بيكون في الوقت ده بيتخانق مع مجموعة من الشباب وبيقدر انه يضربهم كلهم. ساعتها بيفضلوا يعتذروا له ويطلبوا منه انه يسامحهم، لكن اتشيجو بيقول لهم انهم ما عملوش حاجة ليه هو، وبيشاوروا ليهم على شبه علشان يعتذروا له. طبعا بقى الشباب بيكونوا مش شايفين حاجة وبيخافوا وبيجروا على طول. بعد شوية بيرجع على البيت وبيقابل باباه إيشان وبيضربه، وبيفضلوا يهزروا مع بعض علشان هما متعودين يتجمعوا على الأكل وياكلوا مع بعض كعيلة كلهم. بيسلم على اخواته البنتين يوزو وكارين، وبعد ما بيخلص بيروح على اوضته وبيتفاجئ بواحده واقفه عنده في الاوضه اسمها روكيا. بيعرف ان روكيا دي تبقى حاصله ارواح. هي بتستغرب انه شايفها، تعرف ان عنده قدره انه يتواصل مع الارواح. وفي الوقت اللي بيتكلموا فيه بيتفاجئوا انه جهاز الارواح اللي مع روكيا بينور. بيعرفوا بقى في الوقت ده ان في روح شريره بتقرب منه، وعلى طول بيجري اتشيجو علشان يطمن على اخواته الصغيرين. لكن اول ما بيوصل بيتفاجئ بايد عملاقه بتكسر الحيطه، بتعمل انفجار قوي جدا بتخطف واحده من اخواته. وعلى طول بيجري اتشيجو على الشارع علشان ينقذ اخته. هناك بيتفاجئ بوحش ضخم جدا، وروكيا بتقول له ان الوحش ده انجذب للطاقه الروحيه بتاعتك وجاي علشان يمتصها منك. بيحاول اتشيجو انه يحارب الوحش ده لكنه بيكون قوي جدا، لكن اتشيجو بيكون مش خايف وكل اللي فارق معاه انه ينقذ اخته الصغيره. ساعتها بتتدخل روكيا وبتطير علشان تحارب الوحش، تقدر تحرر من ايده اخت تشيجو وبتقع عليه. واتشيجو بيطمن ان اخته بخير وبيبص على روكيا. بيكون في معركه قويه جدا بينها وبين الوحش، وبتحاول انها تضربه بكل الطرق، لكن الوحش بيقدر انه يمسكها ويرفعها لفوق وبيخرج قوة روحية كبيرة جدا. لكن روكيا بتقدر انها تتصدى ليه وبتبعده عنها، لكنها لما بتقع على الارض بتكون عارفة انها اتصابت اصابات خطيرة في المعركة دي. وبتقول لاتشيجو ان الحل الوحيد اللي قدامها انها تنقل له طاقتها الروحية علشان يقدر يحارب بيها الوحش ده والوحوش الباقية اللي هيجوا علشان ياخدوا الطاقة الروحية بتاعته. تطلب منه انه يحارب الوحوش وينقذ الابرياء، وساعتها بتطعنه بالسيف بتاعها. بتقدر انها تنقل له طاقتها الروحية، وعلى طول بيقوم اتشيجو بيحارب الوحش وبيقدر انه يهزمه بكل سهولة. تاني يوم بيصحى اتشيجو من النوم وبيكون فاكر نفسه بيحلم، مفيش حاجة من اللي شافها دي حصلت. على طول بينزل على الدور اللي تحته وبيشوف فتحة كبيرة في الحيطة، وبيتأكد ان اللي حصل ده ما كانش خيال وانه كان حقيقي. لكن الغريب ان عيلته كلها بتكون مش فاكرة اي حاجة من اليوم اللي فات، وبيفتكروا ان في عربية دخلت البيت وعملت حادثة بالغلط. بيعرف اتشيجو ان عيلته اتمسحت الذاكرة بتاعتهم ومش فاكرين اي حاجة عن اللي حصل امبارح. بعدها بيروح المدرسة وهناك بيتفاجئ وبيشوف روكيا بتعمل نفسها انها طالبة جديدة ولسه منقولة للفصل بتاعهم. ساعتها بتاخد اتشيجو علشان تتكلم معاه على جنب شوية، بتقول له ما يقولش لحد على حقيقتها ويعمل نفسه اول مره يشوفها انها فعلا جديده في المدرسه، وبتعرفه انها فقدت كل طاقتها الروحيه لما نقلتها ليه، وعلشان ترجع للعالم بتاعها تاني محتاجه انها تستعيد الطاقه دي مره تانيه. تقدر في الوقت ده انها تخرج روح اتشيجو من جسمه، تطلب منه يضربها بالسيف زي ما هي ضربته علشان تسترد الطاقه الروحيه بتاعتها. وفعلا اتشيجو بيعمل كده، لكن الطقوس بتفشل بسبب ان اتشيجو لسه ضعيف ومش قادر يخرج كميه كبيره من الطاقه. ساعتها بتقول له انه لازم يتدرب علشان طاقته الروحيه تزيد، لكن اتشيجو بيقول لها انه مش هيسمع كلامها وانه مش عايز حاجه غير انه يرجع لحياته العاديه مره تانية، ويقرر انه يسيبها ويمشي. ولما بيرجع البيت بيتفاجئ انها مستنياه في الدولاب بتاعه، وبتقول له ان مفيش عندها مكان تاني تروحه. ساعتها بيتخانق معاها وبيطلب منها تمشي، وبيقول لها مش هيتدرب ولا هيعمل اللي هي طالباه منه. في الوقت ده بيدخل ايشان والد اتشيجو وبيقول له انه سامع صوت بنت عنده في الاوضه، وبيضربه علشان يعرف يفتش الاوضه بتاعته. فعلا بيفتش لكنه في النهايه مش بيلاقي حاجه. بعد شويه بيقرر اتشيجو انه يسمع كلام روكيا وبينزل يتدرب معاها. هي بتديله سيف خشب بتدربه على الفنون القتاليه الاساسيه في الاول، لكن اتشيجو بيكون مش قادر يتدرب وما عندوش اي مهارات. الموضوع بيكون صعب عليه جدا، لكن روكيا بتقول له انه مع الوقت هيكون احسن ومهاراته هتتطور. والناحيه التانيه بنشوف حاصد ارواح اسمه رينج بيتكلم مع القائد بتاعه بياكويا، وبيقول له انه فقد اثر روكيا ومش عارف مكانها فين دلوقتي. ده معناه انها اتخلت عن الطاقه الروحيه بتاعتها البشر، ودي جريمه عقوبتها الاعدام. وبيطلب منه انه يفضل وراها لحد ما يعرف مكانها فين بالظبط. وبعد شويه بنشوف اتشيجو وهو راجع من المدرسه، اتفاجئ بحاصد الارواح رينج وهو واقف في طريقه. بيستغرب رينج لما بيعرف ان اتشيجو شايفه. ساعتها بيساله على مكان روكيا، لكن اتشيجو بيرفض انه يقول له. بيقرر رينج انه يحارب اتشيجو، بيخرج السيف بتاعه علشان يقاتله، لكن اتشيجو بينجح انه يهرب. بيتفاجئ بسهم بيتضرب عليه، وده بيدي فرصه لاتشيجو انه يهرب من المكان ده بسرعه. لما بيرجع البيت بيسال روكيا مين ده، وبيطلب منها تحكي له القصه كلها. روكيا بتقول له انه مش محتاج يعرف حاجه غير انه لو بطل تدريبات هيموت. تطلب منه يركز في التدريبات بتاعته. تاني يوم بيروح اتشيجو المدرسه وبيتفاجئ بشخص اسمه ايشيدا، وبيقول لاتشيجو انه يعرف قدرته في انه بيشوف الاشباح ويتكلم معاهم.
ساعتها بياخدوا اتشيجو على سطح المدرسة علشان يتكلموا مع بعض من غير ما حد يسمعهم، فبيحكي له إيشيدا إن عنده قدرات زيه، وده بسبب إن قبيلة اسمها كوينشي، ودول كلهم ماتوا على إيد حاصد الأرواح، وبيستخدم القدرة الروحية بتاعته وبيقدر يشكل قوس وسهم، وبيقول له إن هو اللي أنقذه امبارح لما كان بيحارب رينجي. في الوقت ده بيطلق إيشيدا عملة معدنية على المدينة، بيتفاجئوا كلهم إن العملة دي بتتحول لوحش ضخم حاصد الأرواح. ساعتها بتيجي روكيا بسرعة وبتخلي اتشيجو يتحول لصيد أرواح هو كمان، وبتحرر روحه من جسمه وتطلب منه إنه يحارب الوحش ده. على طول بيجري اتشيجو على الوحش ده، وبيكون في روح طفل صغير. بيحاول اتشيجو انه يحارب الوحش ده، لكنه بيكون قوي جدا وضخم وعنده رجول كتيره زي العناكب، وبيفضل اتشيجو يحاربه بكل قوته، لكنه بيكون مش قادر يهزمه، لحد ما فجاه بيوصل رينجي وبيهزم الوحش ده بكل سهوله. بعدها بيكون عايز يخلص على اتشيجو، لكن روكيا بتظهر وبتقف قدامه علشان تمنعه. في الوقت ده بيوصل القائد بياكويا اللي بيكون اخو روكيا، وبيسالها ليه اتخلت عن قوتها لصالح بشري. بتقول انها اضطرت تعمل كده علشان تنقذ نفسها. بيقول لها بياكويا انها تقدر تقتله وترجع قوتها تاني، لكن روكيا بترفض انها تقتله، وتقول لبياكويا انها هي اللي دخلته في المشكله دي وهي اللي هتخرجه منها. ساعتها بيديها فرصه لحد اكتمال القمر اللي جاي انها ترجع القوه بتاعتها، والا هيضطروا انهم هم اللي يقتلوه بنفسهم. بعد ما بيمشوا بتروح روكيا علشان تعالج اتشيجو اللي بيكون مصاب اصابات خطيره، لكن مع الوقت بتبدا تعرف ان اتشيجو عمره ما هيكون جاهز، وكده اخوها ورينجا هيخلصوا عليه. ساعتها بتقرر انها تروح وتعمل معاهم صفقه، وتطلب من بياكويا انه يفضل سايب اتشيجو يعيش، وبتقول لهم انهم هيستخدموه طعم علشان يقدروا يصطادوا حاصد الارواح اللي اسمه الصياد الكبير. وساعتها رينجي بيتكلم معاها وبيسالها عن سبب تمسكها بالبشري ده، بيقول لها ان البشر ما يستاهلوش اننا نضحي علشانهم وهم ضعفاء بالنسبه لينا. ساعتها بيظهر اتشيجو بيقولوا انه هيقضي على الوحش اللي بيتكلموا عليه ده. ساعتها رينجي بيقرر انه يهجم عليه، لكن بياكويا بينادي عليه علشان يقف، وبيطلب منه انه يسيب اتشيجو يعمل اللي هو عايزه، وبيكون بياكويا هدفه انه يخلي اتشيجو يموت ويخلصوا منه والقوه ترجع له. على طول بيمشي اتشيجو مع روكيا وبيقول لها انه عايز يتدرب، والمره دي بيكون التدريبات مختلفه تماما عن كل مره، واتشيجو متحمس ومركز في التدريبات وبيبذل فيها مجهود اكبر من كل مره. واثناء ما هما بيتدربوا بيتفاجئوا ان جهاز كشف الارواح اللي مع روكيا بينور، وده معناه ان في وحش قريب منهم. بيتحركوا في الاتجاه بتاعه، وهناك بيشوفوا وحش عباره عن تجمع نباتات. اتشيجو بيشوف البنت الصغيره اللي كانت سبب في موت مامته لما كان صغير، وعلى طول بتساعد روكيا انه يتحرر من جسمه ويتحول لصيد ارواح، ويبدا بسرعه يهجم على البنت دي بكل غضب علشان ينتقم من اللي عملته فيه زمان. ساعتها بيتفاجئ ان اللي ضربها دي تبقى مامته نفسها، وبيحس بالذنب اكتر. روكيا بتقول ان الوحش بيلعب على الوهم وبيخليه حاسس انه قتل مامته، لكن في الحقيقه مامته ماتت من زمان. بتقوم معركه قويه بين الوحش وبين اتشيجو، الاثنين بينتقلوا للمدينه، وبيفضل اتشيجو يهرب من الوحش ويطارده، وبتحصل دمار وانفجارات كتيره في كل مكان في المدينه بسبب الوحش ده، وبيبدا المكان حواليهم يتدمر. لكن اتشيجو بيفضل يحارب في الوحش لحد ما بينجح الوحش انه يمسكه وبيكون هيخلص عليه. ساعتها بيتفاجئ اتشيجو ان ايشيدا بيظهر وبيضرب الوحش بالقوس والاسهم اللي معاه، وبينجح انه يشتت انتباهه. في الاول بتكون الاسهم مش مأثره في الوحش، لكنها بتكون مفيده لاتشيجو اللي بيستغل ان الوحش مشغول وبيقدر ينزل عند رجله ويقطعها. الوحش بيقدر يجمع نفسه من تاني وبيكمل الحرب معاهم. بيجروا هما الاثنين وبيستخبوا في اتوبيس كان في الشارع، وده بيخلي الوحش يمسك الاتوبيس ويفجره، لكن اشيدا بيقدر يضرب الوحش بسهم في عينيه، واتشيجو بيخرج بسرعه وبيضرب الوحش بالسيف في راسه وبيخلص عليه، وبينجحوا هما الاثنين انهم ينتصروا مع بعض. فجاه بيظهر رينجي وبيقتل اشيدا من ظهره بالسيف، بيطلب من روكيا انها تخلص على اتشيجا وتيجي معاهم وتسترد القوه بتاعتها. روكيا بترفض، وده بيخلي بياكويا يطلب من رينجي انه يخلص على اتشيجا، وعلى طول بيهجم على اتشيجا وبتحصل معركه قويه بينهم. في الاول بيكون رينجي سريع جدا، وده بيخلي اتشيجا مش قادر يحدد مكانه فين بالظبط، بيستقبل ضربات كتيره منه لحد ما بيفهم التقنيه بتاعته، بيقدر انه يتفادى الضربات بتاعته، بيوجه ليه ضربات ورا بعض، والمعركه بتشتد بينهم هما الاثنين. وده بيخلي رينجي يضطر انه يحول السيف بتاعه للمرحله الثانيه، بيكون عباره عن سيف ضخم جدا ومرن وعنده قدرات انه يغير شكله، وبيستخدم رينجي القدره دي وبيقدر انه يرمي عربيه على اتشيجا. بعدها بيقدر يمسك اتشيجا علشان يكمل القتال معاه، لكن اتشيجا بيحرر نفسه وبيقدر انه يهجم على رينجي بكل قوته، وبيصد ضربه السيف بتاعه وبيبعده عنه وبيخليه يخبط في اتوبيس من اللي كانوا في الساحه اللي كانوا بيحاربوا بعض فيها. ساعتها بياكويا بيطلب من رينجي انه يتراجع، وبيقرر انه ينزل بنفسه علشان يحارب اتشيجو. على طول بيجري اتشيجو بكل سرعه وبيهجم على بياكويا بكل قوه، لكن بيتفاجئ ان بياكويا بيصد الضربه بتاعته بصباعين بس، وبتصدم اتشيجو لكنه مش بيستسلم وبيقرر انه يكمل الهجوم. ساعتها بقى بياكويا بيضربوا ضربه بتوقعه على الارض بكل سهوله، لكن اتشيجو بيقرر انه مش هيستسلم وبيقوم علشان يكمل القتال معاه. ساعتها بياكويا بيضربه بيوقعه على الارض تاني، لكن في كل مره كان بيقع فيها اتشيجو على الارض كان بيرفض انه يستسلم، وبيقرر انه هيقوم يكمل قتال، وبيقول انه مش هيسيب روكيا تموت بسببه، لحد ما بيقرر بياكويا انه يخلص عليه. لكن روكيا بتقف قدامه وبتضرب اتشيجو علشان تبعده عنه، وتقول لبياكويا انها ترجع قوتها دلوقتي وهتمشي معاه ومستعده انها تتحاكم على اللي عملته ده، تطلب منه انه يسيب اتشيجو يعيش. فعلا بتروح على اتشيجو وبتاخد السيف بتاعه وبتضرب بيه نفسها علشان تنقل لها الطاقه الروحيه بتاعتها مره تانية.
وساعتها كل حاجة حواليهم بتتحول للون الأبيض. وبعد شوية بيصحى تشيجو من النوم وبيكون مش عارف اللي شافه ده كان حلم ولا حقيقة، لكنه بيكون خف من الإصابات والجروح اللي عنده وحاسس إنه كان بيحلم. وبيرجع مرة تانية لحياته العادية وبيروح المدرسة، وهناك بيلاقي المكان اللي كانت بتقعد فيه روكيا فاضي وبيحس إنه مفتقدها. بيفضل يقلب في الأجندة بتاعتها وبيلاقي الجملة اللي كانت دايما بتقولها له، إنك لو لفتت الانتباه هتموت. وبيبتسم لأنه مفتقدها فعلا. وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبك بقى ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد بنعمله.